بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حديث اليوم هو حديث العدالة المطلقة، والعدالة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. حديث اليوم يقول: لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فإذا أمنته في الدنيا، أو في النص الحديث: فإذا أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، فإذا أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لا يمكن أبدا من رابع المستحيلات تجد واحد يأمن الله في الدنيا ويأمنه في الآخرة، لا يمكن. وطبعا كلنا عارفين مقولة سيدنا أبو بكر: والذي نفس محمد بيده لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي، وفي الرواية ولو وضعت إحدى قدمي في الجنة. وزي ما بقول لكم إيه، يعني فاضل التانية يجيبها كده ويدخل خلاص، ورغم كده يقول لك لا، ما اضمنش. وده مين؟ الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إيه الموضوع؟ القضية الأزلية معروفة أن ربنا خلقنا في الدنيا علشان هو خلق الملائكة بتعبد ولا تعصي، ما لهاش اختيار. مظبوط كده؟ ربنا عايز يبقى في نوعية تانية من المخلوقات تعبده باختيارها، ولذلك خلق آدم وذريته، وخلق الأرض وجهز الأرض بمن فيها لخدمة آدم، وكلنا عارفين القضية المشهورة دي. ولكن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى القضية الأزلية إن الدنيا فتنة واختبار، وهي دار ممر وليست دار مقر. طب احنا عارفين كده خلاص، الناس كلها عارفة كده بدون استثناء. ورغم كده كفر من كفر، وألحد من ألحد، وأشرك من أشرك، وآمن من آمن. نيجي عند بقى قضية الإيه؟ الأمن والخوف. هو اللي بينجح مذاكر؟ طب لو ما ذاكرش ينجح؟ لا يمكن، إلا إذا غش بقى. ده سكة تانية، أو اسمه إيه ده اللي بيجي له على البتاع ده، أيا كان، ولا الدكتور كان فيه يعني سكة، أي حاجة. لكن احنا بنتكلم القاعدة إن شرط وفي جواب الشرط. مظبوط كده؟ واتكلمنا في موضوع الشرط وجواب الشرط دي، يبقى قدامها دي ما حصلش دي يبقى مش هيحصل دي. قاعدة عامة كده، حكم إيه في الدنيا كلها: لا أجمع على عبد خوفين ولا أمنين. اللي خاف من ربنا في الدنيا، ربنا قال عنهم إيه؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يبقى ربنا ما تركناش لقضية العدل المطلق، لا. ليه؟ لأنه اللي آمن بيه ده له ثمن عند ربنا، ولذلك السيئة بإيه؟ طب والحسنة؟ طب العدل يقول إيه؟ زي ما السيئة بسيئة تبقى الحسنة بحسنة. لكن ربنا بيقول لك لا، اللي يآمن بيا لا يمكن يكون ده زيه زي غيره أبدا. ولذلك سيدنا عمر يقول: أخشى أن يقال لي عجلت لكم طيباتكم في حياتكم الدنيا. صح ولا لا؟ فالبني آدم اللي يخاف. ويعني إيه يخاف ربنا؟ يعني إيه يخاف ربنا؟ إيه؟ المراقبة. أو يشوف الله اللي يخاف من إنه يقع في السيئات. ولذلك اللي يخاف اللي يقع بالسيئات ده
هيرتكب السيئات؟ طيب إذا كان كده طب ما هو كلنا لازم نقع في السيئات، مفيش حد معصوم إلا الأنبياء والرسل وسيدهم صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا لسه قايلين الآية من شوية وأنا تعمدت إن أنا أقولها، في فرق بين الكبائر وفي فرق بين اللمم اللي هي الصغائر. احنا كلنا واقعين في الصغائر، كلنا بدون استثناء واقعين في الصغائر. أما اللي بيخاف من مقام الله بقى وبيخاف يراقب وخايف من ربنا وعامل حسابه يوم القيامة، اللي يخاف من ربنا في الدنيا يعني معناها إيه؟ يمتنع عن الوقوع في الكبائر، يمتنع، ودي في قدرته، في قدرته إنه يمتنع عن الوقوع في الكبائر. طب والصغائر؟ إن ربك واسع المغفرة. قلت استغفر الله العظيم محا، الصلاة الصبح إلى الصبح إيه؟ والظهر إلى الظهر والعصر إلى العصر. ولذلك الصلاة تمحو الذنوب اللي هي الايه؟ الكبائر ولا الصغائر؟ الصغائر. طب والكبائر؟ إلا من تاب وآمن شوف وعمل. يبقى شروط التوبة ده عشان ما نطولش فيها ده موضوع تاني خالص، لكن هو هيبتعد عن الكبائر. طب والصغائر؟ كلنا واقعين في الصغائر. اللي يخاف من ربنا في الدنيا يوم ربنا يعمل له ايه؟ يكافئه ايه؟ يأمنه يوم القيامة. مش معقولة هيخاف من ربنا في الدنيا وكمان ربنا يخوفه يوم القيامة، صح؟ طيب شوف الحديث القدسي الجميل يقول أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. يعني شوف كرم ربنا، ده المقصود بإيه؟ الكبائر ولا الصغائر؟ كلنا واقعين في الصغائر، لكن لا، يوما من خافني يعني معناها ايه؟ هو ارجع الامر لله ووحدانيته ليس فيها شك، العقيده بتاعته سليمه، فعرف ان الله يغفر الذنب وياخذ بالذنب، اشهدوا اني قد غفرت لعبدي. بس خلي بالك هو قال ايه؟ ادخلوا الجنه ولا اخرجوا من النار؟ يعني معناها هو دخل ايه؟ دخل شويه. ليه؟ علشان الذهب يبقى بدل ما هو 12 و14 و16 و18 و20 ولا 21 ويبقى 24 ويبقى السبيكه ويبقى خالص. ما هو معناه ايه؟ كل من قال لا اله الا الله دخل الجنه. واحد يقول لك الله، حتى لو اذنب اقول له والله العظيم حتى لو كان شارب خمره، حتى لو شارب خمره. اصل قضيه، احنا قلنا قضيه التوحيد لوحدها حاجه وارتكاب المعاصي حاجه تانية. طالما قضيه التوحيد خالصه لله تيجي بقى للمعاصي، هيخش شويه النار لغايه ما يتحمص كده شويه. وقلنا قبل كده على اخر واحد من امه سيدنا النبي، والحديث قلنا قروه يا جماعه ودوروا عليه في البخاري، الحديث الطويل ده انه يطلع ويلقى في ده في اخر واحد من امه سيدنا النبي. معناها انه كان في النار وتحمش خلاص وتفحم وخلص، ورغم كده هيطلع من النار لانه سيدنا النبي بكرمه وبرحمته اللي ربنا اداها له وبالشفاعه اللي ربنا اداها له مش هيسيب واحد من امته في النار ابدا ابدا. صليتوا على الحبيب، ده مقام من مقامات سيدنا النبي انه لا يمكن يسيب واحد من امته في النار. يجي الاخر واحد يقوم مطلعه من النار يشفع فيه، ياخده من النار يدخله الجنه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. الخوف هنا قال لك العلماء قال لك نوعين اتنين، خوف المقام وخوف الجلال. ايه الفرق؟ قال لك خوف المقام ده اللي هم البعد عن الكبائر، اما خوف الجلال ده اللي هم زي الصحابه كده ربنا يجمعنا بيهم. يقول لك ايه؟ كنا نتجنب 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من الحرام. لما أنا سألت الشيخ، لما هو والله اللهم ارحم من علمنا يا رب، لما قال الكلام ده قدامي قلت له طب ازاي يعني؟ طب اشرح لنا. ما اللي مضى بيجيب ثمن برضه، والله العظيم اللي مضى بيتعلم. لما فيش في حق فيكم حد اللي مضى، مش لاقي حد لمض يعني. امال بره الجامع بس على محي، مفيش حد لمض في الجامع
ينكشنا كده عشان نقعد نزعق ونتخانق مع بعض. والله اللمضه بتجيب 8 مرة. فانا قلت له ازاي يا عم الشيخ كده؟ فبص لي كده قال لي: يا ولا لما تكبر يا ولا، والله كنت لسه دخلت الجيش، انا عندي 12 13 سنه. قال لي: لما تكبر يا ولا وتدخل الجيش هيعرفوك انه في حاجه اسمها الايه؟ الحدود اللي ما بينك وما بين الدول. الحدود اللي هي الايه؟ السياسيه اللي هم عاملينها. قال لك لو في عسكري واقف على الحدود هنا وفي عسكري واقف على الحدود هنا، اللافندي اللي هنا بيعمر البندقيه بتاعته طلعت منها طلقه موتت العسكري اللي على الحدود هنا، الحرب هتقوم ولا لا؟ صح؟ قال لك انما ده لو رجع 5 كيلو ورا وده لو رجع 5 كيلو ورا، يطلع لما يجي يعمر البندقيه وتطلع الطلقه غلط هتطلع في الارض بتاعته، مش هتيجي في الناحيه الثانيه، يبقى ما حصلش حاجه. قال لي: فهمت يا ولا؟ قلت له: يعني. قال لي: تبقى غبي. انا بقول لكم على يعني اللهم ارحمهم جميعا. ليه يا مولانا؟ قال لي: يا ابني هي دي حدود ربنا، هي دي حدود ربنا. كل ما خدت ساتر ما بينك وما بين حد ربنا يبقى مش هتتجرأ ومش هتقرب اصلا. فكان الصحابه بيعملوا ايه؟ كنا نتجنب 70 بابا من الحلال مخافه الوقوع في باب واحد من الحرام. تعرف خد لك ساتر؟ عارف خد لك ساتر؟ خد لك ساتر بس. ما انت خد لك ساتر بقى. فدول اصلا تعدم. يبقى الوقوع في الكبائر دول اللي هم يتجنبوا الكبائر دول اللي هم مين؟ خوف الايه؟ خوف العقاب. اما خوف الجلال اللي هم اولياء الله الصالحين والناس الكمل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، هم يعملوا ايه؟ ده اصلا بيتحرى اصلا الحاجه اللي ممكن، اللي هو ممكن يشك فيها مع انها ايه؟ مع انها حلال، لكن يقول لك: يا عم ابعد عن الشر وغني له، انا مش متاكد. ده عمال يقول لك جايز، وده يقول لك حلال، وده يقول لك مش عارف ايه، وده يقول لك انا. انما لما تيجي على الحركرك، ومنهم من يعبد الله على ايه؟ فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طب أنت ليه جاي؟ أنت جاي على الحركرك ليه؟ أنت بتتمحك ليه؟ ما تبعد، خلي ما بينك وما بين الحلال ساتر، مسافة. هذا هو المقصود. يبقى من أمنني في الدنيا، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا خوفته يوم القيامة. هقول حاجة صغيرة أخيرة عشان ما أطولش على حضرتك، أنا عارف إن أنا طولت، معلش. ولمن خاف ربه، ولمن خاف مقام ربه. أنا ما قلتهاش غلط. الله هو قال مقام ولا قال ربه؟ في الآية ولمن خاف ربه ولا لمن خاف مقام ربه؟ إيه بقى مقام ربه؟ جنتان. إيه هما الجنتان؟ وهو المقام. نبقى نقولها بعدين بقى عشان إيه كده نسيبكم ونبقى نتكلم فيها تاني إن شاء الله.